الأورو دار جناحيه في الفترة المسائية. شحال راه يدير الأورو عند البيع وعند الشراء، وحتى بخصوص ال50 أورو تاع 2017 ولا تاع 2002. المهم هادو اللي البعض تاني مع زاد بداو يشوفوا لي زيميغري بداو يدخلوا، كاين اللي يسربيو لهم الخلعة ويشريوها عليهم بنص السومة. دوك نعطي لكم شحال راه يدير ال50 أورو من تبيعها وحدها ولا تبيعها في رزم كبيرة، مثلا 1000 أورو، 500 أورو، مثلا حتى 7000 أورو، 10000. بالتفصيل باش واحد ما يخدعش. قبل ما نبداو صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ديروا لنا الإعجاب والاشتراك في القناة باش توصلوا بكل جديد. نبداو على بركة الله. أولا مع حكاية ال50 أورو، صراحة اللي يقول لك راهم حبسوها ولا راح يحبسوها ولا يكذب عليك، واللي يشريها عليك من السومة عارف باللي يكذب عليك، روح شوف واحد آخر يشري عليك، لأنه ما راح ما حبسوها، ما راح يحبسوها من الآخر. خاصة هنا في الجزائر، اللي في أوروبا اللي مخربشة ولا مقطعة ولا تبدلها، هذا ما كان بعض الإجراءات وتدريجيا. أما هنا في الجزائر ما كان حتى إجراء، وراهي تتشرى في السكوار كي تكون تعرف تبيع، تروح بتخلي حتى واحد يركب لك الخلعة ولا يخدعك ولا يبروفيتي عليك، يشريوها عليك 2 ملايين و300 و5000 حتى ل 10000. لانه ثاني هي في العموم 2 ملايين و300 و5000. لماذا؟ لانه من تكون ثاني الكميه صغيره، غير 50 اورو وحدها تبيعها، راك تبيعها بالمقدار تاع شغل الكميه القليله ويبيعوها لك قليله. اما اذا كان عندك رزم منها كبيره، دوك نقولوا اولا 100 جنيه استرليني يشريوها عليك في الفتره المسائيه 3 ملايين و40 حتى ل 50، والبيع 3 ملايين و80 تقريبا ثابت في جميع الولايات. اما بخصوص الدولار راهم يشريو فيه 2 ملايين و225 حتى ل 35، والبيع 2 ملايين و350 او 2 ملايين و250 الف. اما بخصوص اسعار الدولار شحال الاورو، نذكروا اولا في اوروبا ومن بعد نجيو لهنا في الجزائر. المهم 100 اورو في اوروبا راهم يشريو فيها في العموم بين 2 ملايين و630 حتى ل 35، والبيع 2 ملايين و665، وكاين اللي يبيعوها لك 60. اما بخصوص 100 اورو شحال راه يدير هنا في الجزائر، نفسها نفس كي يكونوا عندك مثلا 50 اورو تاع 2017 ولا ماشي تاع 2017، المهم يكونوا بزاف، ماشي غير 50 اورو وحدها، ولكن كي يعودوا عندك منها بزاف راه يتباع كيما بزاف تاع 100 اورو. راهي 100 اورو في الفتره المسائيه في الجزائر يشريو فيها في العموم 2 ملايين و630 الف، والبيع 2 ملايين و655.